عندك كام سنه؟ انا مولود 2004. 2004 يعني عندك 21 سنه. ما شاء الله عليك. احنا شفنا الهدف، يعني انت بخلاف صعوبة الهدف، حركة رجلك وانت بتسدد الهدف الكل احتار فيها، يعني دي حركة ما يعملهاش غير نجم عالمي. يعني احنا شفنا ان في صراعات كتير على لاعبين في الدوري المصري، ويعني بعشرات او بمئات الملايين، وانك انت موجود هنا في الارياف، وان يعني انت المفروض انك مستني ربع فرصة علشان تتألق وتوصل للأندية الكبيرة زي الأهلي والزمالك، ويعني زي الأندية الأوروبية. قول لنا كده بدايتك بقى يعني مع كرة القدم كانت ازاي؟ اول نادي لعبت فيه نادي الاسماعيلي، قعدت معاهم سنتين، وبعدين مشيت رحت نادي الزمالك، اتمرنت معاهم شويه، وبعدين 2004 اتلغت. رحت نادي البنك. يعني انت لعبت في الاسماعيلي وفي الزمالك لعبت في الاسماعيلي والزمالك. وانت كان عندك كام سنه بقى؟ انا كان عندي 17. وبعدين اول لما مشيت من نادي الزمالك رحت نادي البنك الاهلي، اتمرنت معاهم، تأيدت الحمد لله، ولعبت معاهم 3 سنين يعني الحمد لله. دلوقتي بلعب في نادي البنك السكندري فورست ليج. يعني انت الهدف اللي انت جبته ده، انت كنت بتتصور طبعا، انت يعني كان عن طريق الصدفه؟ هو الهدف ده يعني انا جبته كذا مره، بس ما كانش متصور، يعني الحركه دي انا بعملها من صغري، بس يعني الحمد لله يعني اللي هي كانت متصور. يعني الحركات والمهارات اللي انت ظهرت بيها، او اللي اي لاعب ممكن يعني تكون عند اي لاعب بيتعلمها، ولا دي موهبه؟ بتبقى موهبه من عند ربنا. يعني حته الحرفنه والمهاره دي كله من عند ربنا. مفيش اي لاعب او اي نادي يقدر، يعني مفيش اي نادي او اي مدرب يقدر ان هو يعني يخلي المهارات دي عند لاعب او يزرعها في لاعب. ممكن مع التمرين وكده، بس يعني لما تكون موهوب بيها كده، دي بتبقى حاجه كويسه يعني. انت الدوره الرمضانيه دي، يعني انت بتقول انك بتلعب في نادي المجد السكندري. الدورات الرمضانيه يعني انت بتشارك فيها. الدوره دي قول لنا، الدوره دي كانت عباره عن ايه، او ايه تفاصيل الدوره؟ هي دوره رمضانيه